يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. برغم هذا الوضوح إلا أن كثيرا من المتأخرين خالفوا هذه العبارة الظاهرة التي لا تحتاج إلى كبير تعب في تأويل أو نظر. فيا ترى كيف خالفوا وقالوا بغير مقتضى هذا الكلام مع وضوحه؟ قلت إنهم سلكوا في ذلك مسالك، سأذكر منها مسلكين. المسلك الأول أنهم عارضوا إسناد هذا الحديث برغم صحته بأسانيد ضعيفة، وهذا ديدن كثير منهم. الشيء الثاني أنهم أصلوا أصولا باطلة، فكلما ناظرهم أهل السنة قالوا نتحاكم إلى الأصول. فأنا أنظر على عجل في هذين المحورين، فإن كل محور منهما يحتاج فعلا إلى وقفات، لكنني أريد أن أنهي الكلام عن هذا الحديث في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث مداره من جهة الإسناد على يحيى ابن أبي كثير الذي يرويه عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ابن الحكم السلم. وقد صرح كل هؤلاء بعضهم من بعض بالسماع، يعني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة، قال حدثني عطاء بن يسار، قال سمعت معاوية بن الحكم السلمي. وطبعا هذا التصريح بالتحديث له دلالته القوية عند سائر أهل العلم بالنقل. ليه؟ لأنه يعني حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن الإسناد منقطع، مثلا إن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من هلال. ممكن يدعي هذا مدع لو وجدت واسطة ما بين يحيى وهلال في أي إسناد من الأسانيد، يقول لك لا يحيى لم يسمع، يحيى كان يدلس ولم يسمع. لا، أنا بقول لك أهو أي احتمالية أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه هذه منتفية. ثم يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة، منهم حجاج بن أبي عثمان الصواف، ومنهم الإمام إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومنهم همام ابن يحيى، ومنهم أبان ابن يزيد العطار. وطبعا رواه آخرون، لكن أنا خصصت هؤلاء الأربعة ليه؟ لأن هناك آخرون رووا بعض فقرات الحديث. يعني الحديث ده معاوية بن أبي الحكم السلمي قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، فذكر الفقرة الأولى اللي هي فقرة الصلاة لما عطس، الفقرة الثانية لما ذكر ما كان يحدث في الجاهلية من رجال يتطيرون ومن رجال يخطون ومن رجال يأتون الكهان، دي فقرة. والفقرة الثالثة اللي هي إيه، كانت لي جارية ترعى إيه غلي غنما قبل أحد من الجوانية، اللي هي آخر إيه فقرة من فقرات الحديث. الحديث ده 3 فقرات أهو. في بعض الرواة اقتصر على فقرة من هذه الفقرات، يعني بعضهم ذكر الفقرة الأولى الخاصة بالصلاة، العطاس في الصلاة، وبعضهم ذكر الفقرة الثانية اللي فيها ما كان يحدث في الجاهلية، وبعضهم ذكر الفقرة الثالثة. أنا النهاردة بتكلم عن الفقرة الثالثة، يا جري أين الله. طيب واحد يقول لي طب إيه الإشكال، يعني أنت عمال تفصل وتطول في المسألة ليه؟ أقول لك لأننا لو قلت أنه رواه واحد غير هؤلاء الأربعة عن يحيى بن يزيد، واحد يقول لي لا ليس فيه محل الشاهد، أنت النهاردة بتتكلم عن يا جري أين الله، لكن الراوي الفلاني إنما روى مقطع الصلاة فقط ولم يذكر مقطع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، فيقول لك ده شاهد قاصر. قاصر يعني
يعني ذكر بعض فقرات الحديث ولم يذكر البعض الآخر، فيقول لي شاهد قاصر ده مش في صالحك. لكن هؤلاء الأربعة اللي هو الحجاج الصواف والأوزاعي وهمام بن يحيى أبان بن زيد العطار، أربعتهم روى الحديث بتمامه، فدي تبقى ايه؟ شهادتهم كاملة، شهادتهم كاملة. الإسناد ده كالشمس عند أهل العلم بالحديث. فيجي أهل البدع ممن لا عناية لهم بالسنة ولا عناية لهم أيضا بمعرفة مذاهب أهل الحديث أو مذهب أهل الحديث في قبول الأخبار، فيعارض الإسناد الصحيح ده بإسناد من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، راو أو بإسناد يرويه كسير وعوير وثالث ما فيه خير، زي ما عارضوا هذا الإسناد بإسناد فيه المسعودي مثلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وفيه أن الجارية كانت خرساء. قال لك طيب ما هو المسعودي روى أن الجارية كانت خرساء، يبقى يا جارية أين الله؟ يبقى الكلام ده حصل عن طريق الإشارة، والراوي ترجم هذه الإشارة بلفظ نفسه، وهو اللي عمل الحوار يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. لكن الواقع أن الجارية ما كانت تتكلم لأنها كانت خرساء. فإحنا بنقول إن المسعودي كما هو عليه أهل العلم بالحديث كان اختلط. اختلط يعني الاختلاط له أسباب، يعني سلوكه تدخل في بعضها، لا يضبط ما كان يحفظ قبل ذلك، يدخل إسنادا في إسناد، يدخل كلام في كلام مثلا، ده له أسباب، إما بسبب الكبر، كبر في السن قوي فلم يعد عقله في استوائه كعقله أيام شبابه، ممكن يصاب بمصيبة يحصل له نوع من الصدمة العصبية فيحصل له ذهول، أو يجيله مثلا عارض سماوي كما يقوله بعض أهل العلم. المهم أن حفظه لا يكون كما هو، ولذلك كان عند أهل الحديث شيء يسمونه امتحان المحدث. امتحان المحدث يوم يدخل عليه بعض الأحاديث التي ليست من حديثه، إذا قبلها وحدث بها يقول لك لم يميز حديثه من حديث غيره، يبقى اختلط، يبقى نرمي الكل، نقف حتى يتميز قديم حديثه من حديثه المتأخر. ولهم طبعا في هذا يعني قصص كثيرة لا أريد الخوض فيها حتى لا أخرج عن موضوع الحلقة. لكن المسعود اختلط. أهل العلم بقى حتى يقبلوا من حديث المختلط ما لم يخلط فيه، قال لك من سمع منه قبل الاختلاط هنقبله، ومن سمع منه بعد الاختلاط لا نقبله. طب المسعودي، هل العلماء استطاعوا أن يميزوا الرواه الذين سمعوا قبل من الذين سمعوا بعد؟ نعم. قال لك إذا جاءت رواية عن المسعودي فانظر إلى الراوي عنه، إن كان زي وكيع ابن الجراح أو الفضل بن دكين أو يحيى بن سعيد القطان أو معاذ بن معاذ العنبري وهؤلاء الذين يعني سمعوا منه قديما، يبقى الحديث صحيح أو متماسك. أما من سمع منه بعدما اختلط زي كأبي داود الطيالسي، كيزيد بن هارون، كعبد الرحمن بن مهدي، وهذا الضرب دول سمع منه إيه بعد الاختلاط. اللي روى الرواية اللي فيها أن الجارية كانت خرساء، الذي روى هذه الرواية عن المسعودي هو يزيد بن هارون، ويزيد ابن هارون إنما سمع منه
بعد الاختلاط. فيا عجبا من أقوام لا عناية لهم بالسنة يأتون على مثل هذا الإسناد الذي يرويه جماعة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، يأتوا على هذا الإسناد الذي هو كسبيكة الذهب ويحاول أن يعارضه بمثل هذا الإسناد الذي يرويه المسعودي وفيه العلة التي ذكرتها. فطبعا من جهة الإسناد حاولوا أن يعلوا الحديث، لكن لا تصيب رميتهم أبدا إذا وقفوا أمام المحدثين في فنهم. الحاجة الثانية أنهم أصلوا أصولا